بسم الله الرحمن الرحيم. نقفل صفحة الكونفدرالية ونفتح صفحة الدوري. الفترة الجاية هي فترة حسم الدوري المصري وأهم فترة في الموسم. مفيش أي مجال لأي أخطاء ولا حتى نص غلط، فكل مباراة من دلوقتي بمثابة نهائي، يعتبر زي نهائي الكاس. واللي هيصنع الفارق مش بس الفنيات، لكن الرجولة والروح والقتال داخل الملعب. القتال داخل الملعب والرجولة هما اللي هيصنعوا الفارق. زي ما شفنا كده في مباراة بلوزداد في الجزائر، الروح بتعوض أي نقص والإصرار بيكسب أي حسابات. فالمباريات الجاية لازم تتلعب بروح، يعني الجماهير قبل روح اللعيب. فقدامنا 4 مواجهات في الدوري لحد نهاية الكونفدرالية، وهما اللي هيحددوا مين هيكسب البطولة. ولازم نقاتل لآخر دقيقة ونفضل واقفين لحد آخر لحظة. فالدوري بإذن الله زملكاوي. ويلا بينا كده، تعالوا نتكلم في شوية أخبار من أخبار نادي الزمالك. منساش تدعمونا بلايك ومتابعة وتصلوا على النبي، أهم حاجة. ويلا بينا يلا بينا يلا بينا كده مع أول الأخبار. الزمالك بيعود لتدريباته النهاردة بعد الحصول على يوم راحة من التمرين، استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الخميس في أهم مباراة للزمالك في هذا الموسم. أهم مباراة للزمالك هي مباراة بيراميدز، والمباراة اللي هتحدد مين هيكون بطل الدوري. فالزمالك رجع للتدريبات. تاني خبر معانا النهاردة وهي إدارة نادي الزمالك قامت بالتنسيق مع رابطة الأندية بشأن عدم إقامة مباراة سيراميكا كليوباترا بين مباراتين نهائي في الكونفدرالية، إلا في حالة واحدة، وهي حسم الزمالك للقب. فإن الإدارة هتستخدم طلب لتأجيل مباراة سموحة، وهي المباراة اللي قبل النهائي ب4 أيام. ودي حاجة مهمة برضو من الإدارة إنها بتفكر فيما بعد. 3 بقى، يلا نخش على إصابات اللعيبة. بيزيرا جاهز بنسبة 100%، لاعب مباراة شباب بلوزداد، واللاعب جاهز بإذن الله بنسبة 100%. اختبار طبي النهاردة لعمر جابر هيحدد حجم الإصابة بتاع اللاعب، وبرنامج مكثف تم وضعه لتجهيز اللاعب عمرو ناصر بعد الإصابة اللي اتعرض ليها في الدوري. نادي الزمالك بيأكد إنه لحد الآن تلق مفيش أي تلقي لأي عروض من أي نادي للتعاقد مع حسام عبد المجيد، وإن الأولوية لتجديد اللاعب. وعلى الجانب الآخر وكيله بيأكد إن هنا في اهتمامات من ويست بروميتش وأندرلخت للتعاقد مع اللاعب. فإدارة الزمالك قامت بتقديم شكوى ضد قناة MBC مصر والمذيعة ياسمين عز بعد الإساءة لنادي الزمالك ومخرج مباراة الزمالك وبلوزداد، وإنها مش هتتعاون مرة أخرى مع أي شخص يسيء لكيان نادي الزمالك. نادي الزمالك بعد ما اللاعب طارق حامد أعلن اعتزاله كرة القدم، هيجهز طارق حامد للعمل الفني والإداري داخل قطاع الكورة. وهيخلي اللاعب إنه يحظى بعلاقة قوية مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي. نادي الزمالك وجون إدوارد بيخيبوا الأمل وبيخيب أملهم أخو اللاعب حسام عبد المجيد بعد اللي بيعمله، وإنه بدأ ينشر إن حسام عبد المجيد جايله أكتر من عروض من أكتر من نادي، وجايله عروض الاحتراف في أوروبا في وقت مهم من الموسم ده. وده غلط كبير، في أهم فترة من الموسم اللاعب بيطلع تصريحاته وبيقول كلام، فغلط كبير جدا. الحمد لله، دي كانت الأخبار اللي معانا. منساش تعملونا بلايك ومتابعة وتصلوا على النبي، أهم حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.